الفلافل هيلسي ولا اروح اخد يوم فري الخبط فيه الاسبوع؟ لا على الله حكايتي. لو وصلنا اللي انا عايز ابقى زيه. الدايت بيعمل اكتئاب. ايوه، الدايت بيعمل اكتئاب، بس ده لو كان دايت قاسي. مره واحده انا مانع كل حاجه. يعني واحد دلوقتي ماشي على سرعه 180، مره واحده اخليه يمشي على سرعه 10 كيلو، ما ينفعش. لكن لو هبدا بالتدريج مع نظام تدريبي، ما انا عامل دايت زائد نظام تدريبي كويس، اطلع الشحنه السلبيه اللي عندي في الاكتئاب او في النرفزه او الكلام ده كله، انسى الموضوع دوت وهتلاقي العمليه سهله. هو بس كام يوم وهتلاقي العمليه بعد كده مشيت معاك سهله جدا، ما فيهاش اي مشكله. السؤال اللي بعده، طبعا في مشروب اللي هو مشروب الشعير، اللي هو في مصر طبعا مش عايز اقول الاسم بتاعه عشان ما يبقاش دعايه. مشروب الشعير ده معانا ولا علينا في الدايت؟ لا، ما هو لو خدت واحده في اليوم ما فيش اي مشكله عادي، عشان مشروب شعير هو بيبقى فيه نسبه سكر والكلام ده كله، بس يعني مش اللي هي الكارثه، يعني مش هي العاليه جدا. تمام. السؤال اللي عندنا ده مهم برضو جدا، وبحب الاسئله من الشباب الصغير. الشباب الصغير اللي هو ده اللي يعتبر الاساس من اساسيات القناه اللي انا عاملها، اللي اوصل المعلومه للجيل ده. الجيل ده لو اهتمنا بيه من الناحيه الرياضيه، انا بتكلم عن الناحيه الاختصاص بتاعي، محدش هيقدر عليه. فانا بفرح لما بلاقي متابعين يعني اللي عندي على القناه اللي فيه اعمار صغيره. ماشي. فالسؤال دوت بيقول لو اتمرنت كتير ممكن اكل زي ما انا عايز، عمري 16 سنه. بص يا صاحبي، انت عارف انت عملت زي ايه؟ انت عملت زي واحد قاعد يشتغل يشتغل يشتغل، جمع فلوس كتير، نفسه كان يجيب عربيه في خياله، راح جاب العربيه ديت، وبعد كده راح العربيه دي المفروض بتشتغل مثلا بنحط لها بنزين 95 مثلا، وراح حاطط لها بنزين 80. العربيه هتمشي ولا مش هتمشي؟ العربيه هتمشي، بس الموتور والفلاتر والحوارات ديت هتبص تلاقيها تعبت بعد فتره بسيطه، تلاقيها تعبت. فانت عملت يا صاحبي كده وخلي بالك ده مش انت بس، في شباب كتير بفكر اللي هو لما يتدرب ويعمل فورمه ويبقى جسمه كويس ممكن ياكل اللي هو عايزه، ما كده هيتحرق. لا، ما انت هتاكل اللي انت عايزه، بس يكون هيلسي، يكون صحي. ما اقعدش اردم واحط بنزين اي حاجه في جسمي. الاكل هو زي البنزين اللي هو بيحركنا، اروح حاطط اي حاجه. اهتم باكلك واهتم بتمرينك، والاكل قبل التمرين كمان. ماشي. واتمرن واستمر، وخلي بالك العمليه مش صعبه، اللي انا اشيل الاكل اللي مش نظيف ومش كويس، والله ما صعبه، سهله، بس هي عايزه بس تكه وانت اديها ان شاء الله. الاسئله عاده دي اكيد مصر، يعني اكيد مصر. الفلافل هيلسي ولا لا؟ انا ما اقدرش عشان بحب الفلافل برضه، بس هي مش هيلسي خالص. بس برضه يعني واحده اتنين برضه ما فيش اي مشكله، لكن لو عملناها في البيت برضه حلو وممتاز ولذيذ. لكن اللي بتتجاب من بره يعني عشان خاطر النفس يا اخي، كل اسبوع او كلك سندوتش مثلا، او كلك 2 3، بس ما تكترش عشان خاطر مش هيلسي. انا بتكلم على اللي بتتجاب من بره، زيت غزير بقى والكلام دوت. لكن لو هنعملها في البيت باي طريقه من الطرق اللي هي ما يبقاش فيها زيت، قلي في الزيت، تمام، وتوكل على الله. هو اليوم الفري لازم ولا ده هديه مننا؟ لا، هو اليوم الفري مش لازم، او ممكن نعمله كل فترات، يعني مش كل اسبوع. مثلا السبت، من يوم السبت لغايه يوم الجمعه انا كده 100 هشتغل دايت، وبعد كده اروح اخد يوم فري الخبط فيه الاسبوع كله، ما ينفعش. بس ممكن كل فترات عشان اغير النظام بتاعي، كل كام شهر كده ممكن ادي لنفسي يوم فري. اليوم الفري ده كمان مش اللي انا خلاص يوم فري اروح طالع على طول
اخد العيله اقول لهم النهارده عيد، النهارده انا عندي يوم فري، اروح واخدهم، واخدين بقى فاست فود، واخدين مش عارف ايه، ونزود العمليه ونوديها في السماء. لا، انا ممكن اليوم الفري ده اللي انا الاكل بتاع البيت، واحد بيحب المحشي، واحد بيحب المكرونه بشاميل، واحد بيحب المسقعه، واحد بيحب المش عارف ايه، بحب اكل رز بالخلطه ممكن اعملها في البيت، فاهمني؟ واكل، ازود عن السعرات الحراريه بتاعتي. واحد بيستعمل مثلا 2000 سعر حراري، ممكن يزود لغايه 2000 ونص، ممكن يزود لغايه 3000 سعر حراري، بس اكل في البيت مش اكل بره. تمام؟ فاليوم الفري نفهمه صح ونطبقه بعد كده، بس بلاش اللي هي ايه اللي احنا نلخبط فيه. هو لازم اكل فاكهه ولا عادي لو ما اكلتش فاكهه؟ لو ما اكلتش فاكهه، ولا عادي لو ما اكلتش فاكهه؟ مانع سكر، مانع سكر. بص يا استاذ او يا استاذه الفاضله، الفاكهه مصدر مهم جدا للفيتامينات والمعادن اللي الجسم بيبقى عايزها، مصدر طبيعي من غير ما يجي من عندك من مكملات خارجيه. فالمصدر ده احنا لازم عايزينه، تمام؟ بس مش بالكتره، عشان في بعض فواكه فيها نسبه سكريات عاليه، فيها بعض فواكه فيها نسبه معادن عاليه، ما ينفعش ان احنا نقعد مثلا في قدام سبت برتقان وناكله كله، تمام؟ يبقى احنا بناخد الفاكهه بتاعتنا، حبايه فاكهه او حبايتين في اليوم ممتاز جدا، بس ما تقطعهاش، عشان حتى السكر اللي جاي منها سكر مفيد. عايز اروح الجيم بس انا على الله حكايتي. والله احنا كلنا على الله حكايتنا، يعني لازم تسلم اللي كلنا كده على الله حكايتنا. بص يا سيدي، العمليه سهله وبسيطه. حط هدفك، انت عايز ايه بالظبط؟ انت عايز اللي انت تبني كتله عضليه، او اللي انت عايز تفقد دهون، او اللي انت عايزه ايه؟ اهم حاجه قبل ده كله يبقى الهدف بتاعك اللي انت تعيش بصحه كويسه. اللي انت دلوقتي شاب صغير، تمام؟ شاب صغير، عندك شاب صغير ده عنده 20، عنده 30، عنده 40، عنده 50، عنده 60، عنده 70، طالما انت عايش انت شاب صغير، تمام؟ شاب صغير عشان خاطر لما توصل لمرحله عمريه اعلى تعرف اللي انت تتحرك، تعرف اللي انت تساعد نفسك بنفسك، دي اهم حاجه. ابدا في ديت. زائد عندك القناه عندنا فور بكره، في عندك اللي هي تمرين اطلس، في عندك بعض تمارين هنقوم بيها ازاي، نشرح ازاي نعملها، تابعنا هتفيدك. في عندك كباتن ممتازين جدا، ممتازين جدا. اهم حاجه يكون مدرب فاهم ودارس، تمام؟ هيفيدك برضو. في قنوات كتيرة ممكن تشوف التمرين، ايه هو التمرين اللي يصلح ليك، التمرين اللي يصلح ليك، وتحس وانت شغال في الجيم او انت بتتمرن اللي العضلة اللي انت عايزها هي اللي شغالة. لكن ما تحاولش ان انت تقلد واحد يكون بطل عالم او بطل جمهورية او راجل ليه سنين وانت لسه راجل بادئ جديد. هتبص تلاقي ممكن يجي لك اصابة تخليك تقعد فترة كبيرة من غير ما تتمرن. طب وعليه؟ يبقى انا ابدأ بالراحة وهوصل لهدفي، بس قبل التضخيم وقبل التنشيف وقبل الكلام ده كله، اهم حاجة يكون هدفك اللي انت تعيش رياضي بصحة كويسة. لو وصلنا للهدف ده هو يكون الاساس، هنعمل اللي احنا عايزينه. لكن لو وصلنا اللي انا عايز ابقى زي فلان، مش هنوصل. ما تفكرش ان انت تبقى زي حد، خليك تبقى زي نفسك. لما اجي ابص في المرايه انا عايز ابقى زي ده. فاحنا كلنا على الله حكايتنا. ابدا صح، ابدا بالتمارين اللي انت تحس اللي هي هتفيدك، مش التمارين اللي انت بتشوفها ويقول لك بعد 3 ايام تبقى كده، ولا بعد شهر هتبقى كده. استحاله. في ناس بيبقى في معلومات فيك كتير على الانترنت. واحد يجي يقول لك انا اتمرنت شهر وشايف عضلات بطني بقت قد ايه وعضلاتي بقت قد ايه. ما انت اما عندك ذاكره عضليه تكون كنت تتمرن قبل كده وكنت بطل، يا اما انت حاجه بتكذب لا مؤاخذه يعني. فمعلش، انت راجل بادئ، خليك نفسك. وهفضل اقولها، خليك نفسك، قلد نفسك. بص كده في المرايه وقول انا عايز ابقى زي ده.
بس. خلاص، يا رب تكون وصلت الفكره دي.